نيجي بقى عند التقارير المالية، واللي هي دي تعتبر بالنسبة لي أهم حاجة في التطبيق ده، لأن من خلالها أنا بعرف بالتفصيل كل حاجة فاينانشال أو مالية ليها علاقة باستثماراتي كلها عاملة ازاي. برضو هو ده بيجيب لي التقارير أو تقرير عن السنة اللي أنا فيها. طيب، ده هيقول لي ايه؟ الجزء الاولاني هيقول لي متوسط قيمة الارباح الشهرية. يعني انا لو انا عندي كل شهر حققت مكاسب معينة، لو انا مثلا بتارجت ان انا عايز ابقى بكسب 1000 جنيه كل شهر من عمليات التداول بتاعتي، ده هيقول لي هل انا بحقق التارجت بتاعي ولا لا. لما بدخل انا كل العمليات بتاعتي في خلال السنة واجي اشوف هنا، فانا هبقى شايف انا المتوسط بتاعي، الافريج بتاع ارباح اللي انا بحققها من عمليات التداول بتاعتي قد ايه. طيب، متوسط قيمة المشتريات الشهرية، انا في المتوسط بشتري بقد ايه فلوس بالاسهم. يعني هنا بيحدد لي اجمالي او متوسط المبالغ اللي انا اشتريت بيها ومتوسط المبالغ اللي انا بعت بيها. والمهم جدا طبعا بالنسبة لنا متوسط قيمة الإيداعات الشهرية. أنا بعمل إيداعات في الشهر قد إيه. طبعا هذه المبالغ شكلها كبير، علشان ده يعني بيعتبر بداية أول السنة، والإيداع مثلا بيبقى كبير أو تقفيلة السنة القديمة، فبيبقى تلاقي ان المبلغ كبير. بس بعد كده انت لما بتيجي او محدد مثلا ان انا كل شهر هحط 1000 جنيه 2000 جنيه ايداع، هل انا بنفذ ده فعلا؟ هل انا محافظ على ده ولا بأثر في وقت، او ان انا لا بقيت بزود عن التارجت اللي انا حاطه؟ هتعرف دوت من القيمة بتاعت متوسط الايداعات الشهرية بتاعتك. طيب هنا الجراف ده هيوضح لي إجمالي الأرباح الشهرية بتاعتي عن كل شهر. يعني في شهر واحد أنا قدرت أحقق مكاسب قد إيه، في شهر اتنين قد إيه، تلاتة أربعة خمسة لغاية شهر 12، عشان أبقى شايف هل أنا بحقق مكاسب بشكل كبير، بشكل متساوي، هل بقل، هل في دروبات في شهور معينة. طب الدروبات دي بسبب هل كانت البورصة الترند بتاعها هابط، فعلشان كده كان ما بقدرش احقق مكاسب كبيرة، او الترند بتاعها صاعد فقدرت احقق مكاسب كبيرة. فانت بتقدر تعمل من خلالها اناليسز، هو انا ماشي صح ماشي غلط، انا محتاج اغير ايه، انا غلطت في ايه هنا، انا محتاج اعدل ايه هنا. ده مهم جدا بالنسبة لك. الجراف ده بيحدد لي قيمة العمليات الشهرية، اللي هو أنا اشتريت بمبالغ قد إيه وبعت بمبالغ قد إيه. طبعا هو بيجمع المبالغ كلها، مش راس مالك بس أو قيمة استثماراتك. يعني أنت بعت واشتريت بعت واشتريت بعت واشتريت، كل إجمالي المبيعات هتلاقيها برقم هنا. عشان كده هتلاقي إن الأرقام كبيرة شوية كل ما أنت بتكون عمليات التداول بتاعتك كتيرة، سواء بشكل يومي أو أكتر من مرة في اليوم، للناس اللي هي بتحب تشتري وتبيع أكتر من مرة في خلال الجلسة. فده هيوضح لك كل التفاصيل بتاعت إجمالي المبالغ بتاعت بيع والشراء. طيب، المحفظة، العمليات بتاعت المحفظة، أنا في الشهر هيحدد لي كل شهر أنا عملت إيداعات قد إيه، سحبت قد إيه، هل كان في توزيع أرباح أنا استفدت بيه. فكل ده هيبان في التقرير ده عن كل شهر. فتبقى شايف أنا متوسط إيداعاتي عامل إزاي، أو شكل إيداعاتي عامل إزاي، شكل مسحوباتي عاملة إزاي، شكل الأرباح اللي أنا بجنيها من الأسهم بتاعتي عاملة إزاي. ده مهم جدا بالنسبة لي. طبعا الشيء مزعج جدا بالنسبة لنا كلنا المصاريف اللي بتدفع على كل عمليات البيع والشراء. مهم جدا تبقى عارف توتال إجمالي المصاريف اللي بتدفع عن كل شهر. يعني أنت لو كسبت طبعا مبلغ المكاسب بتاعتك دي الصافي بعد خصم المصاريف وكل حاجة. يعني ده الكاش اللي بيبقى معاك. بس لازم تبقى فاهم برضو ان انت دفعت قد ايه كمصاريف
في العمليات بتاعتك، وكام منهم مصاريف في الشراء وكام مصاريف بيع والتوتال بتاعهم، وده بيتكرر عن كل شهر عشان تبقى شايف برضو توتال المصاريف بتاعتك اللي بتدفعها في عملية التداول بتاعتك عاملة ازاي، لأن برضك ده ممكن يخليك تغير استراتيجيتك. لا انا كده بدفع مصاريف كتير، انا محتاج اقلل مثلا عملية التداول، او محتاج اصبر على الاسهم بتاعتي عشان تبقى المكسب اكبر في عملية واحدة بدل ما احقق مكاسب صغيرة في عمليات كتير. كل ده قرارات هتاخدها بناء على التقارير اللي انت بتشوفها قدام منك دي. طيب هنا توزيع الأرباح حسب الأسهم. أنا الأسهم بتاعتي اللي أنا اشتركت فيها أو اشتريت فيها، أنا كسبت كام من كل سهم. يعني ده مثلا أنا اشتريتش فيه كتير بس المكاسب فيه كبير، عكس مثلا حاجات تانية اشتريت فيها أسهم كبيرة بس المكاسب بتاعتها كانت قليلة. فطبعا ده مهم جدا بالنسبة لك تبقى عارف ايه الأسهم القوية اللي بتقدر تحقق لك أرباح كبيرة، وايه الأسهم اللي الأرباح بتاعتها ضعيفة، أو أنت اتصرفت غلط في البيع والشراء بتاعها، أو الأسهم تقيلة. يعني كلنا طبعا عارفين القصة دي. فده بيوضح لك بشكل كبير انا ايه اكتر حاجة استفدت بيها، او ايه اكتر حاجة قدرت اكسب منها من حيث الاسهم. وطبعا ده نفس الفكرة بس على حسب الكاتيجوري او الفئة، انهي فئة كسبت فيها اكتر، وده طبعا بناء على عدد الاسهم اللي انت بتشتريها في الفئات. واخر حاجة عندنا المحفظة، بيوضح لي نسبة الايداع للسحب. هل انا يعني بعمل ايداعات قد السحب، ولا انا بعمل ايداعات بشكل كبير وبسحب بشكل قليل، او بعمل الايداعات وبرجع اسحب. يعني ده تقريبا حوالي نسبة 25% أو 24% مسحوبات من الإيداعات اللي أنا عملتها. ودي ما المفروض ما تبقاش يعني حاجة كويسة، إلا لو أنت داخل مثلا بفلوس هي متوفرة معاك لفترة معينة، فبدل ما هي تبقى مركونة انت دخلت استثمرت بيها علشان تقدر تحقق بيها مكاسب، وبعد كده بترجع تسحبها تاني بعد وقت قليل. وطبعا دي استراتيجية هي ريسكي شوية، لان انت ممكن تخش تتداول وتشتري بيها اسهم وتتحبس في سهم او تلاقي نفسك خسران. فيا اما هتضطر تطلع بخسارة عشان تسحب فلوسك عشان تسدد التزاماتك، او هتطلع بمكاسب قليلة، او هتاخد الريسك في ان انا ادخل عشان احقق مكسب سريع واطلع تاني بسرعة علشان اوفي التزاماتي. فطبعا ده بيوضح لك الموضوع بيبقى انت ماشي فيه ازاي. وهنا هنكون وصلنا لآخر نقطة في البرنامج اللي معمول، واللي أنا عايز أكده إن ده مش كل حاجة. إحنا لسه شغالين على إضافات جديدة وفيتشرز جديدة تضاف في التطبيق، تبقى مفيدة أكتر لكل الناس المتداولة في البورصة، وتقدر تستفيد أقصى استفادة ممكنة من كل العمليات اللي هي بتعملها، وعلشان تقدر تحدد استراتيجيتها بشكل كبير وواضح في استثماراتها في البورصة عشان تحقق أكبر مكاسب. أتمنى إن يكون اللي انتوا شفتوه ده يكون مفيد ليكم. احنا مستنيينكم تكلمونا علشان تقدر تجرب بنفسك وتضيف كل عملياتك وتقدر تشوف. الجميل في الموضوع إن إحنا بنقدم شهر مجاني لأي حد حابب إن هو يجرب معانا. هنحط لكم رقم تليفون واتساب اللي نقدر نتواصل من خلاله، ولو عندك أي أسئلة عايز تسألها أو تستفسر عن أي حاجة عايز تجرب بنفسك، حضرتك هتشرفنا. هنبعت لك أكاونت حساب تجريبي لمدة شهر تقدر تجرب بيه وتجرب كل الفيتشر وكل الإمكانيات اللي موجودة جوه التطبيق. وهنستنى من حضرتك في نهاية الشهر ده إن أنت تدينا الفيدباك أو رأيك في اللي أنت شفته،
ايه التقصير اللي موجود عندنا ومحتاجين ان احنا نزوده او نشتغل عليه، او ان انت تكون استمتعت فعلا بالتجربة بتاعتك دي وحابب تكمل معانا. واللي احنا عايزين نقوله ان الاشتراك الشهري بتاع التطبيق ده اشتراك رمزي جدا، يعني حاجة لا تذكر، علشان احنا بنحاول ان احنا نساعد اكبر عدد ممكن من الناس المتداولة في البورصة ان هي تبقى قادرة تمانج او تدير استثماراتها بشكل كويس، وتقدر تحقق مكاسب كويسة وتقدر تستفيد بشكل كبير من عملياتها في البورصة. شكرا لمتابعتكم معانا.